السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الشهادة الإعدادية وحشتوني جدا جدا. النهاردة هناخد الجزء الثاني من درس مصر بين المماليك والعثمانيين. بس قبل ما نبدأ يلا الصلاة على النبي ولايك وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو. ملامح الحياة في مصر أثناء الحكم العثماني. خضعت مصر للحكم العثماني الذي اتصف بالجمود والركود نحو 4 قرون متتالية. القرن فيه كم سنة؟ فيه 100 سنة. مصر قعدت تحت الحكم العثماني 400 سنة. ولما مصر قعدت تحت الحكم العثماني 400 سنة، ما النتائج التي ترتبت على ذلك؟ النتائج التي ترتبت على ذلك تحول مصر إلى ولاية معزولة عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا. إذن لو جه قال لك ما النتائج المترتبة على خضوع مصر للحكم العثماني الذي اتصف بالجمود والركود، هتقول تحول مصر إلى ولاية معزولة عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا. يلا نشوف الحياة السياسية. أولا الحياة السياسية. الحياة السياسية يعني نظام الحكم. وضع العثمانيون نظاما للحكم يتكون من عدة هيئات. 1 الوالي اللي هو الباشا. 2 الديوان، ديوان القاهرة. رقم 3 الحامية العثمانية. طب 4 إدارة الأقاليم اللي هي إدارة المحافظات، اللي هي إدارة الإيه؟ المحافظات. يلا نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. الوالي الباشا، هي مهمة الوالي إيه؟ مهمة الوالي إرسال الضرائب للسلطان العثماني. يبقى الوالي هو نائب السلطان العثماني ومهمته إرسال الضرائب للسلطان العثماني. أمال السلطان العثماني فين أصلا؟ هو السلطان ماسك كذا دولة، ماسك مصر والشام وماسك كذا دولة، فبيجيب واحد اسمه الوالي أو الباشا، ده النائب بتاع السلطان العثماني. طب مهمتك ايه يا والي؟ قال لي مهمتي ارسال الضرائب للسلطان العثماني، ده الايه؟ الوالي. الديوان، ديوان القاهرة، قال تكون من عدة هيئات: كبار تجار، علماء، مشايخ، الجيش. طب مهمة الديوان ايه يا شباب؟ مهمة الديوان مراقبة الوالي، بل وكمان تقدر تعزل الولي. يبقى سلطة الديوان أعلى من سلطة الولي. ازاي ده؟ يعني سلطة رئيس الجمهورية تنفع تبقى أعلى من سلطة رئيس الجمهورية؟ سلطة رئيس الوزراء تبقى أعلى من سلطة رئيس الجمهورية؟ لا طبعا. يبقى الديوان مهمته مراقبة الوالي، بل وكمان تقدر تعزل الوالي. طب رقم 3 الحامية العثمانية، دي مهمتها الدفاع عن البلاد. 4 إدارة الأقاليم، يعني إدارة المحافظات، يعني إدارة إيه؟ المحافظات. السؤال جميل جدا: بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه وعوامل ضعفه؟ في حكمه عوامل ضعفه. الوالي ده كان بيقعد من سنة ل3 سنوات. طب دي فترة طويلة ولا فترة قصيرة؟ لا فترة قصيرة، فبيدور على مصلحته الشخصية. حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في حكمه عوامل ضعف، بسبب قصر مدة حكم الوالي التي تتراوح من سنة إلى 3 سنوات. 2 زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. يلا نشوف
حركة علي بك الكبير أعطى العثمانيون للمماليك حكم الأقاليم، يعني حكم المحافظات، فاستغل بكوات المماليك فترات الضعف التي مرت على الدولة العثمانية وتطلعوا للانفراد بحكم مصر، وكان من أبرزهم علي بك الكبير الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر عام 1768. عمل إيه علي بك الكبير؟ تحالف علي بك الكبير مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام وأخضع الحجاز لنفوذه. مش بس كده، أرسل نائبه محمد بك أبو الدهب يعني صديقه لغزو الشام حيث استطاع دخول دمشق. بس نجحت ولا فشلت؟ برافو عليكم، فشلت حركة علي بك الكبير. بما تفسر فشل حركة علي بك الكبير بسبب انحياز محمد أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه معه ضد علي بك الكبير، مما أدى إلى عودة مصر ولاية عثمانية تحت حكم الشيخ محمد بك أبو الدهب. دي الحياة السياسية. ثانيا الحياة الاقتصادية، يعني الزراعة، الصناعة، التجارة. الزراعة، الأرض دي كانت ملكا للسلطان العثماني، يعني الأرض بتاعت السلطان العثماني. طب طبقت الدولة العثمانية في الزراعة، طبقت ايه في الزراعة؟ حق الانتفاع. يعني ايه حق الانتفاع؟ هو انتفاع الفلاح بزراعة الأرض وليس له الحق في التصرف فيها. انت عليك انك تزرع بس، ملكش الحق في التصرف فيها. حق الانتفاع، وكان بموجبه يقوم الفلاحون بزراعة الأرض عن طريق التكليف، وكان لا يحق لهم التصرف فيها. نظام الالتزام، أول حاجة حق الانتفاع. 2 نظام الالتزام تم تطبيقه مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 الميلادي. يعني ايه نظام الالتزام؟ يعني السلطان العثماني يجيب واحد من الأعيان ويقول له أنت الملتزم، أنت اللي تجمع لي الضرايب من الفلاحين. طب الملتزم بيعمل إيه؟ بيدي الفلوس مقدمة للسلطان العثماني، يعني بيدي 100,000 جنيه للسلطان العثماني بيجمعها من الفلاحين 200,000 جنيه. طب ما ده ظلم ده اسمه إيه؟ الملتزم. سؤال جميل جدا جدا جدا. تدهورت الصناعة المصرية وأحوال المجتمع الريفي في عهد العثمانيين. ليه تدهورت الزراعة المصرية في عهد العثمانيين؟ تدهورت الزراعة المصرية وأحوال المجتمع الريفي في عهد العثمانيين بسبب: 1 إثقال. بسبب إيه؟ إثقال الفلاحين بالضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية. 2 شدة وتعسف وظلم الملتزمين في جمعهم للضرائب. رقم 3 عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري أو إقامة السدود وحفر الترع. يبقى تدهورت الزراعة المصرية ليه يا شباب؟ ليه تدهورت الزراعة المصرية وأحوال المجتمع الريفي؟ هنقول إثقال الفلاحين بالضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية، شدة وتعسف وظلم الملتزمين في جمعهم للضرائب. رقم 3 عدم اهتمام الطبقة الحاكمة بتنظيم الري أو إقامة السدود وحفر الترع. كده خدنا الزراعة، يلا بينا ناخد الصناعة. أنا ما عنديش زراعة، إزاي هيكون عندي صناعة أصلا؟ يبقى تأخرت الصناعة في مصر بما تفسر تأخرت الصناعة في العصر العثماني في مصر. هنقول بسبب تدهور الزراعة. أنا ما عنديش زراعة، مش القميص اللي أنا لابسه ده مش مصنوع من القطن. أنا ما عنديش زراعة، إزاي هيكون عندي صناعة؟ 2 انتقال الفلاحين والصناع أي حرف كويس
انتقال الحرفيين، أي حرف كويس، أي سباك، أي حرف كويس على طول بيطلعوه إلى الأستانة. انتقال الحرفيين وصناع المهارة إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. أنا ما عنديش زراعة، حتى الصناعة بتنقل الحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. طب إيه اللي حصل؟ ما النتائج المترتبة على ذلك؟ فأصبحت الصناعات يدوية وبسيطة وكانت رديئة. ده الصناعة. يلا نخش على التجارة بقى. التجارة، أنا لا عندي لا صناعة ولا عندي، أنا لا عندي لا زراعة ولا عندي صناعة، هيكون عندي تجارة؟ لا. يبقى تدهورت وكسدت التجارة الداخلية في مصر في العصر العثماني. ليه يا شباب؟ ليه تدهورت التجارة؟ بسبب تدهور الزراعة والصناعة. أنا لا عندي لا زراعة ولا عندي لا صناعة، هنقول الهواء على السفن مثلا؟ لا. يبقى تدهورت وكسدت التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة والصناعة. 2. افتقاد الأمن، يعني دولة ما فيهاش أمن. طب رقم 3، عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية. أنا كتاجر عايز طريق مستوي، مش عايز طريق مكسر. عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية. 4. الإغراءات المتلحقة لبدو الصحراء، يعني يطلع عليك بلطجية، هجامين، حرامية، ياخدوا منك كل حاجة. إذن لو جه قال لك بما تفسر كسر التجارة الداخلية، هتقول شكرا، برافو عليك. تدهور الزراعة والصناعة، افتقاد الأمن، عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية، الإغراءات المتلحقة لبدو الصحراء. دي الداخلية. لما تيجي تشوف الخارجية، تدهورت التجارة الخارجية في مصر أثناء العصر العثماني. ليه يا شباب؟ بما تفسر بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. 2. منح الدولة العثمانية الامتيازات، يعني التسهيلات. يبقى تدهورت التجارة الخارجية بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس رجاء الصالح. 2. منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. يلا نشوف الحياة الاجتماعية. كان المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني ينقسم إلى طبقتين، بيضم طبقتين متميزين وهم الحكام والمحكومين. الحكام كانت لهم كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش، وتركز في أيدي الأتراك والمماليك. دي ليه؟ الحكام. طب المحكومين بقى يا شباب، 1. طبقة وسطى محدودة تكونت من علماء الأزهر والمشايخ ورجال الدين وكبار التجار. 2. طبقة دنيا وهم الأكثرية، دول تكونت من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. وعانت هذه الطبقة، دايما الطبقة دي هي اللي بتعاني، عانت هذه الطبقة الفقر والذل وتفشي الأوباء والأمراض. 4. الحياة الثقافية والفكرية. هيكون في فكر، هيكون في ثقافة؟ لا. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خلال فترة الحكم العثماني بالجمود والتخلف. ليه؟ بما تفسر بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. ما النتائج المترتبة على تدهور الحياة الثقافية والفكرية أثناء الحكم العثماني؟ 1. أثناء الحكم العثماني اهتزت مكانة الأزهر الشريف. 2. اقتصرت الاهتمام بالتعليم على العلوم الشرعية فقط، مثل الحديث والتفسير والفقه والتوحيد، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية. يعني لا فيه
لا فيزياء ولا كيمياء ولا احياء ولا رياضه ولا الكلام ده كله. طب رقم ثلاثة تدهورت الحياة الأدبية. مفيش شعر، تدهورت الحياة الأدبية. 4 انتشر الدجل والشعوذة والخرافات. إذا لو جالك من النتائج التي ترتبت على تدهور الحياة الثقافية والفكرية أثناء الحكم العثماني، هتقول شكرا برافو عليك. اهتزت مكانة الأزهر العلمية، اقتصر الاهتمام بالعلوم على العلوم الشرعية فقط، ولم يكن هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية. رقم 3 تدهورت الحياة الأدبية. 4 انتشر الدجل والشعوذة والخرافات وشاع الجهل. ده يا شباب كان الجزء الثاني من درس مصر بين المماليك والعثمانيين، ويا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.